بداية نقول لكم كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عادها علينا وعليكم كل صحة وعافية، وعلى كل أمة المسلمين بكل خير إن شاء الله. أنا اسمهان النقبي من شركة أبو ظبي للإعلام، ومعاي أنا شيف سعيد من فندق فيرمون باب البحر. طيب شيف، خبرنا أول شيء إحنا شو اللي راح نجهزه؟ إحنا عندنا اليوم طبخة كتير طيبة، العالم كتير بتحبها ونعملها بطريقة كتير سهلة وست البيت ما تتعذب. أهم شيء نحن عندنا أول شيء بدنا نعمل المقلوبة، في عندنا باذنجان مقلي، في عندنا بندورة، في عندنا بصل، في عندنا اللحمة، في عندنا الباذنجان الفريش المقطع. أول شغلة حطينا نحن الباذنجان على النار. أوكي. نضيف شوية بندورة لنعطيه طعمة كثير طيبة. نحن بنحط شوية زيت بس. هار عربي أكيد. وعندنا شوية كمون. عندنا مكعب ماجي. أول شيء بدك تحركي أنت الباذنجان والبندور لحتى ناخذ مرقة كثير طيبة. طبعا نحن بدنا نبلش أول شيء باللحم. كمية اللحم كيف؟ كمية اللحم يعني فيك تقولي 200 جرام. خلينا نستعمل 200 جرام بس للحم. هاي بعد نحركها؟ يعني هذه هي اللون اللي احنا لازم نوصله. هيدي اللحمة بتكون مستوية وجاهزة. بدنا نروح على المرحلة التالية اللي هي الرز. انت راح تحط اللي هو الصلصة؟ الصوص اللي غلينا منه الباذنجان والبندورة. انت بدك تحطي لها الرز هلا كله؟ ايه. طيب تعطيني بعد اذنك. حطي الرز. وصلنا للمرحلة الأخيرة. المرحلة الأخيرة بدنا نحن هلا نسكب الرز. أول شيء بنحط شوية مكسرات. فيك تختاري أي نوع مكسرات؟ أي نوع مكسرات، أنت شو بترغبي فيه. طبعا أكيد بدنا نحط اللحمة أول شيء. تخليها مثل طبقات. طبعا نحن بدنا نعملها طبقات لحتى ست البيت تنبسط فيها وما تتعذب. معنا المرحلة الثانية هي الباذنجان. نرجع نحط الطبقة الأخيرة اللي سويناه اوريدي. صارت جاهزة وأهلا وسهلا فيكم. نقول بالعافية على اللي راح يجرب. رمضان كريم وصيام مقبول إن شاء الله. إن شاء الله على الجميع، وفرصة سعيدة جمعتني فيك شيف. أهلا وسهلا فيك. وفرصة سعيدة جمعتني بكل اللي راح يتابعون هذه المقابلة. طيب شيف، احنا وصلنا لطبق الحلو، يعني تعرفون ان سفرة رمضان مستحيل تخلى من الحلويات. أكيد. بنبلش أول شيء نبدأ شو نخلط؟ أول شيء الطحين؟ أول شيء بنحط. أوكي. الكمية هي 350 جرام من الطحين. أوكي. بنحط السميد. من بعده السميد. 350 جرام. الزبدة. سمنة أو زبدة، أي أوكي. شيء موجود مع ست البيت فيها تستعمله. بعد منها بنحط حليب فريش. الفريش. اوكي. ونبلش نخلط المكونات. اوكي. اللي هو انت بدك تفتحيها بايدك. طيب اعطيني الكمية. كفية. طبعا الجبنة صارت جاهزة بشكل اكبر؟ بكفي. اوكي. انت بدك تحطي الجبن من الداخل وتحاولي تسكريهم على بعض. ابصر. مش مشكلة. حصل خير. خلي الايد اليسار ثابتة. ونسكر. انت بتسكري باليمين. تمام. صار جاهزة. بنحطها بالفرن نفس الطريقة. اكيد نشيلها بالايد ونحطها بالصينية لحتى تنحط بالفرن. تنحط بالفرن لمدة 35 دقيقة. والحرارة؟ على درجة حرارة 200. بس طبعا مثل ما تشوفون وصلنا يعني النهاية بالنسبة لعجة الجبن أو معمول الجبن. معمول الجبن. أي. طبعا نحن حطيناها بالفرن هي جاهزة. يعطيك الف عافية شيف سعيد، ما قصرت أبدا لا بالمين كورس ولا بالحلويات. كلمة أخيرة لمتابعينا في البيان. أكيد رمضان كريم عليكم، بتمنى لكم إفطار هني إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف صحة وعافية. كلمتي الأخيرة اللي بقولها لكم، تابعوا مقابلتي أنا اسمهان على جريدة البيان في رمضان.